المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة. أستهل لكم بعناوين النشرة. مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط يقيم أنشطته. تقييم أنشطة الشرطة. محاربة العادات الضارة بالمرأة في فورو. زعماء الصين وبلدان آسيوية يناقشون مشروعات تنموية. كندا تشكو الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية. وارتفاع ضحايا إعصار آفة بمدغشقر. كان ذلكم موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قيم مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط أنشطته للعام الماضي وبحث تنفيذ الخطط الموضوعة لهذا العام. وأوضح المسؤول المكتب الدكتور تسفاي سلمون في الاجتماع الذي عقد يومي 10 و11 من يناير عن تنفيذ برامج فاعلة لحماية الأمومة والطفولة إلى جانب مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وخفض وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة بنسبة 92%. وأشار تقرير المكتب أن تغطية الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة وصلت إلى 84%، وولادة 72% من الحوامل في المؤسسات الصحية. وتم توضيح في الاجتماع بأن برامج هذا العام ستتضمن التعرف على أسباب الولادة المبكرة قبل الأوان وإيجاد الحلول لها، وتعزيز دور المجتمع في المجال الصحي، وخفض وفيات الأمهات والأطفال إلى أدنى مستوى، وتقوية برامج التطعيم والدفع بالخدمات الصحية في المدارس، وبذل الجهود لاستئصال الملاريا وصيانة المؤسسات الصحية وسد متطلبات سيارات الإسعاف. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولى برهان في الاجتماع أن إدارة الإقليم على استعداد دائم لإنجاح البرامج الصحية الموضوعة. ودعت وزيرة الصحة آمنة نور حسين في ختام الاجتماع مكتب وزارة الصحة عدم الاستكانة للإنجازات التي حققها، والعمل بقوة لإنجاح الاستراتيجية الصحية الموضوعة من عام 2017 وحتى عام 2021. قيمت الشرطة إريتريا أنشطتها لعام 2017 في اجتماع عقدته يومي 9 و10 من يناير. وقدم قائد الشرطة العقيد محاري تسقاي تقريرا حول مكافحة الجريمة والتحقيقات الجنائية والإدارة والخدمات والمراقبة والخدمات القانونية والتخطيط والدراسات والتعبئة والأعمال الإعلامية. وأوضح عن تسجيل 14,000 شكوى جنائية ومخالفات خلال السنة، ويعتبر هذا العدد منخفضا بنسبة 13% مع العام السابق. وأشار تقرير المرور إلى توجيه شكوى على أكثر من 200 أو 120 ألف سيارة انتهكت القانون وعوقبت بغرامات تصل لأكثر من 22 مليون نقفة. وأفاد التقرير عن وقوع 3400 حادث مروري في المدن و1200 في الريف، أسفر عن مصرع 141 شخصا، وإصابة أكثر من 1855 بجروح، وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 71 مليون نقفة. وحول تنمية القدرات البشرية، أوضح الاجتماع عن تأهيل 243 عضوا في الإدارة والتحقيقات الجنائية وحفظ السجلات والتوثيق والمرور ومكافحة جرائم تقانة المعلومات وضمان كفاءة العمل والمشاركة في الاجتماعات والدورات القصيرة التي ينظمها الإنتربول خارج البلاد. وذكر التقرير أن حملات التوعية ساهمت لمكافحة الجريمة والمخالفات، حيث قام 2530 مواطنا بتسليم الشرطة أموالا وممتلكات تقدر عامة ب3 ملايين نقفة، وقد تم إعادة نصف هذه الأموال إلى أصحابها. وقدم قائد الشرطة العقيد محاري تسقاي الجوائز ل3 أعضاء لتميزهم في مجالات عملهم. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية فورو السيد علي جابر لدى لقائه السكان لتضافر الجهود لمحاربة العادات الضارة بالمرأة. وأوضح بأن حملات التعبئة أسهمت للارتقاء بالوعي، ويتوجب القيام بأنشطة مماثلة في الريف النائي لمزيد من النجاحات. وأكد السكان على الاستعداد لإنجاح البرامج الموضوعة والمساهمة لرفع كفاءة المرأة.
حققت حملات التعبئة التي نظمت في مديريتي عد قيح وعد خلا بالإقليم الجنوبي نتائج مرضية لتوعية الشباب. وأوضح الاجتماع الذي عقد للشباب العامل ولجنة أصدقاء الشباب وممثلي المؤسسات الحكومية إلى تنفيذ مهام جديدة لتنظيم الشباب حسب مجالاتهم وهواياتهم. وطالب المجتمعون لتوسيع بناء المراكز الشبابية وتقوية التعبئة لتطور الشباب أكاديميا ومهنيا والدفع بالزيارات إلى المواقع التاريخية والتنموية. المشاهدون الأفاضل، كانت تلك الأخبار الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. التقى زعماء البلدان المطلة على نهر ميكونغ بمنطقة جنوب شرق آسيا في العاصمة الكمبودية بنومبنا في ظل قوة دفع من جانب الصين لتشييد المزيد من السدود التي سوف تغير طبيعة تدفق المياه والفيضانات وتزيد من المخاوف البيئية. وترأس الاجتماع رئيس وزراء كمبوديا هون سين ورئيس وزراء الصين لي كيكيان، وانضم إليهما زعماء كل من تايلاند ولاوس وفيتنام وميانمار. واتفق الزعماء في بيان مشترك على تعزيز قدرات التواصل بين بلدانهم من أجل تسريع وتيرة التصنيع والتوسع العمراني والتكامل التجاري والمالي. وأكدوا أهمية تحقيق تعاون أكبر في مجالات إدارة الموارد المائية واستغلالها. من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الوزراء لي كاتشانغ إن قادة دول لانكانغ ميكونغ توصلوا إلى توافق بشأن مصيرهم المشترك خلال اجتماع قادة آلية تعاون لانكانغ ميكونغ الثاني الذي اختتم أول أمس الأربعاء بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه. قدمت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية تتهم فيها الولايات المتحدة بانتهاك قواعد التجارة الدولية. وتستهدف الشكوى ممارسات أمريكية تتعلق بالتعريفات الجمركية المفروضة على ما يفترض أنها مساعدات وبيع منتجات بأقل من تكلفتها. ويأتي هذا الإجراء وسط نزاعات بين البلدين حول قضايا مثل منتجات الألبان ومبيعات الطائرات والأخشاب. وتشارك الدولتان أيضا في جهود حثيثة لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق الذي يحدد شروط التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتتهم كندا المفوضية الأمريكية للتجارة الدولية بأنها تتخذ قرارات أثناء النزاعات تصب في مصلحة واشنطن. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ارتفاع حصيلة قتلى إعصار آفا إلى 33 شخصا جراء العاصفة التي اجتاحت في نهاية الأسبوع الماضي أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا. ونقل شبكة إخبارية أمريكية عن السلطات في مدغشقر القول إن 22 شخصا في عداد المفقودين. وضربت العاصفة الجانب الشرقي من الجزيرة الأفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدا عن أراضيها. وتسببت العاصفة بفيضانات في العاصمة وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتماتيف شرق البلاد، مما أدى لترك عدد كبير من البيوت دون كهرباء، فيما قطعت الأشجار المتساقطة عددا من الطرق. وتتعرض مدغشقر لعواصف مدمرة بشكل دوري، ففي مارس الماضي تسببت العاصفة إيناو في مقتل 78 شخصا على الأقل. شارك أكثر من 5000 رجل وامرأة في سباق للفوز بلقب أكثر اليابانيين حظا في العام الجديد غربي اليابان. وتجمع آلاف المشاركين أمام بوابة معبد نيشيونيما الضخمة بمحافظة هيوغو غربي اليابان في انتظار فتحه، معلنا بدء السباق الذي يعود تاريخ بدئه إلى القرن ال14 الميلادي. وبدأ السباق حيث تم قرع الطبول وفتحت بوابة المعبد الخشبية العملاقة لإطلاق العنان لحشود المتسابقين على الفوز بالسباق الذي بلغ طوله 230 مترا في فناء المعبد.
وكان طالب المدرسة الثانوية كوروسو ساتو هو الأكثر حظا في السباق وفاز بلقب الأكثر حظا بعدما تخطى جميع الصعاب هذا العام لإنهاء السباق لصالحه. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الظهيرة. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. كنت معكم في التقديم نور الدين خليفة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.